هسألك سؤال وخليك صادق فيه مع نفسك. لو حد جه دلوقتي وقال لك انا واثق فيك وخدت قرار ان اديك 100 مليون جنيه، ايه اول احساس حسيته؟ هل اتوترت ولا دماغك عارفه هتعمل ايه بالمبلغ ده واستقبلت الموضوع عادي؟ لو اتوترت تبقى المشكله مش في الفلوس، المشكله ان الرقم ده اكبر من استحقاقك، وده من اهم الاسباب اللي بتخليك تفضل فقير حتى لو شغال صح. انت مش فقير ولا متاخر ولا حظك وحش، انت واقف مكانك علشان دماغك في رقم جواها شايفاه ان ده اخر الخط. في ناس كتير لما بتتسال في اي انترفيو انت شايف نفسك تستحق كام كل شهر، في اللي بيتوتر وفي اللي بيهرب من السؤال وفي اللي بيضحك، وده اكبر دليل على ان الموضوع مش موضوع فلوس، ده موضوع استحقاق. الفلوس ما بتروحش للاشطر ولا بتروح للي بيتعب اكتر، الفلوس بتروح للي دماغه شايفه ان الرقم ده عادي. في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن السقف المالي الخفي وليه عقلك دايما بيرجعك لنفس الرقم مهما عملت. النهارده بقى هنخش في اقوى سبب، ذبذبه الاستحقاق، وهقول لك حبه علامات لو لقيت نفسك فيك 3 بس منهم اتاكد ان الاستحقاق عندك محتاج شغل فورا. وبعدها هديك تمارين قويه جدا، لو عملت التمارين دي بالظبط هتتفاجئ من اللي هيحصل في حياتك. بس قبل ما نبدا هات قهوتك وركز، لان كل ثانيه في الفيديو ده اهم من الثانيه اللي قبلها. انا بوعدك ان اللي جاي هيغير مستقبلك المالي كله. خليني الاول احكي لك عن راجل غير حياه ملايين من الناس، بس قبل ما يغير حياتهم وقع في نفس الفخ. الراجل ده هو تي هارف ايكر، صاحب كتاب سيكريتس اوف ذا مليونير مايند. الراجل ده بدا من الصفر، كان فقير، مشاريع تفشل واحده ورا الثانيه، وفجاه صفقه واحده كسب منها 2 مليون دولار، من لا شيء بقى مليونير. اول شهرين اشترى عربيات، رفاهيه، بيوت، حياه ولا في الاحلام. وبعدين ابتدى يصرف بجنون، استثمارات غلط، شركاء غلط، وفي سنه واحده خسر كل حاجه. والقصه دي حقيقيه، رجع مفلس تاني. ليه؟ هو نفسه قال انا كنت بشوف ان الفلوس دي كتير قوي عندي، وجوايا صوت بيقول ان انا ما استحقش الفلوس دي، او الفلوس دي كتير عليا، او هعمل اللي انا عايزه والفلوس دي عمرها ما هتخلص. المشكله هنا ما كانتش بيزنس، كانت هويه. يعني حتى الشخص اللي بيعلم الناس ازاي يبقوا اثرياء وقع في نفس الفخ ده. واخطر حاجه انك ممكن انت تكون بتعمل نفس اللي هو عمله بس على ارقام صغيره. المهم ان هارف ده ما استسلمش وفضل يدرس اللي حصل، وابتدى انه يغير برمجته الداخليه ورفع استحقاقه المالي والعقلي، وبعد كده بنى امبراطوريه. والكتاب بتاعه اتباع بالملايين وغير حياه ناس كتير جدا حوالين العالم. والفرق كله ان البدايه كانت من جواه، غير اللي جواه فالعالم كله اتغير عشانه. اللي حصل مع الراجل ده يا صديقي يخليني اقول لك بقلب جامد وبكل صراحه ان اغلب الناس فاكره ان المشكله مشكله فرص، بس الحقيقه المشكله بتيجي قبل الفرصه، في لحظه صغيره قوي لما باب حقيقي يتفتح لك تلاقيك بتعمل حاجه غريبه، تتاخر في الرد، تزود في الشروط، تسيب الموضوع متعلق، تقول طب خلينا اظبط نفسي الاول، مع انك مش محتاج تظبط حاجه. بس اللي حصل ان عقلك اتوتر، مش من الفشل، اتوتر من النجاح. لان النجاح ده لو حصل، ركز معايا بقى، هيغير صورتك قدام نفسك وهيحملك مسؤوليه جديده، وانت من جواك لسه ما اذنتش لنفسك انك تعيش في المستوى ده. وهو ده شكل الاستحقاق القليل، مش انك تفشل، انك تهرب قبل ما تنجح. فاول حاجه لازم تبطل تصدقها، الاستحقاق مش تفاؤل ومش امنيات ومش افريميشنز ولا توكيدات كل يوم الساعه 10 الصبح، ولا الكلام اللي بيضحك بيه عليك في كل حته ده وتفضل تعمله بالشهر والشهرين ومفيش حاجه تتغير. الاستحقاق حاله داخليه، مزيج بين نفسيتك وطاقتك والهويه بتاعتك. والعدو الاول بتاع الاستحقاق مش الفقر، عدو الوحيد احساسك الداخلي انك اقل من الفرص دي او اقل من الفلوس. اللحظه اللي انت هتحس فيها ان الفلوس دي مش كتير عليك ولا انت اقل منها ولا انها بعيده عنك، هنا بس هيبتدي سقف استحقاقك يعلى. عالم النفس ماكسويل مالتز في كتاب سايكو سايبرنتكس قال الانسان لا يتجاوز مستوى تقديره لذاته مهما كانت الفرص امامه. يعني حتى لو فرصه قدامك بشكل مباشر هتطلع لحد السقف اللي انت شايف نفسك تستحقه وتقف. ذبذبه الاستحقاق بتشتغل على 3 مستويات، انا شايف نفسي قد الرزق ولا شايفه اكبر مني، انا مش خايف من الزياده ولا الزياده دي بتوترني، انا عندي اذن داخلي استقبل ولا عندي صراع جوايا بيقول هتعمل بالفلوس دي وكتير عليك. وصدقني قبل ما رزقك بيوصل لك الاول احساسك بالاستحقاق. دلوقتي بعد ما فهمنا الموضوع نيجي للجزء اللي كله مستنيه. زي ما اتفقنا هقول لك 10 علامات، لو لقيت 3 منهم فيك لازم تشتغل على استحقاقك. اول علامه انك بتحس ان الفلوس كتير عليك. تاني علامه بتتكسف تطلب حقك. رقم 3 اي فرصه كبيره بتخاف منها. رقم 4 النجاح بيضايقك، نجاح الاشخاص اللي حواليك بيضايقك. رقم 5 دايما بتقارن نفسك بالاخرين. رقم 6 بتبان قوي قدام الناس بس من جواك ضعيف. رقم 7 عندك خوف من انك تبقى مسؤول. رقم 8 بتهرب من التزامات بتخدمك. رقم 9 بتقبل اقل من قيمتك. اخر علامه بتبقى شاطر جدا في مجال معين بس مش حاسس انك شاطر، يعني كل اللي حواليك شايفين انك شاطر في حاجه معينه وانت مش حاسس ده. لو لقيت نفسك هنا تعال نروح للتمارين اللي هترفع الاستحقاق بتاعك فعلا. بس قبل ما تعمل التمارين دي لازم تكون متاكد من حاجه معينه، الاستحقاق مش صفه ثابته، ده برنامج او سوفت وير بينزل للدماغ، بيتبرمج وبيتفك وبيتبرمج واحد غيره وبتبنيه من جديد. والتمارين اللي انا هقول لك عليها مش اي تمارين ومش هتلاقيها في اي مكان تاني غير لو دفعت له الاف، بس بوعدك لو عملتها
هتشوف فرق مش طبيعي في حياتك. وهعملها في جزء لوحدها من الحلقه علشان ما اطولش عليك في الحلقه دي وتبقى مركز مع التمارين. انا تيتو ودي كانت رحله وعي.